وكان لازم انشره. اللي انتوا شايفينه دلوقتي دي عبارة عن منتجات من كل الانواع مصنوعة من بودرة السيراميك. كل حاجة في حياتنا اتضح انها بودرة سيراميك. ده مثلا كيس بسبوسة بالجوز الهند، وده تقريبا بيكنج باودر. الستات يقدروا يفيدونا في الموضوع ده. نسكافيه 3 في 1. كل ده عبارة عن بودرة سيراميك. اللطيف في الموضوع ان الحاجات كلها مطبوعة ومعمولة حلوة قوي. صعب جدا ان انت تفرقها عن المنتج الاصلي، ودي كارثة ومصيبة. الناس اللي بتصطبح بكافي ميكس، اتفضلوا. منتجات غريبة انا ما كنتش اتخيل ان ممكن يستخدموا بودرة السيراميك فيها، وهنشوف دلوقتي هما بيصنعوها ازاي. دي الحاجات اللي بيستخدموها في تقليد المنتج الاصلي، وعندهم ورشة طباعة كاملة الصراحة. دي عبوات النسكافيه اللي جاهزة للتعبئة. حاجة يعني شغل فاخر الصراحة، بس اللي جوه سموم. دي بقى بودرة السيراميك يا جماعة اللي بيستخدموها. حاجة كده استغفر الله العظيم يعني. بصوا بقى المطبعة، يعني تحس ان انت في مصنع بيصنع المنتج ده، مش مجرد ورشة تحت الارض كده. يعني متقنين في الطباعة بشكل لو اتقنوا ان هم يعملوا حاجة تاني مفيدة للناس كان هيبقى احسن لهم 100 مرة. حاجات كتير جدا من اللي انت بتشتريها يوميا وبتستخدمها ست البيت مضروبة. عشان كده الواحد مزاجه مش معدول، والكيكة ما بقاش ليها طعم. دي المواد الخام بقى واستخدموها في القصة دي. وخد عندك يا سيدي احلى نشارة خشب متعبية في كيس. بصوا كمية الحاجات اللي مصنعينها قد ايه. مش حاجات بسيطة ولا كميات قليلة. وهنا خليني اسألك سؤال: هل حسيت باختلاف في طعم الحاجات اللي انت متعود عليها؟ لو حسيت، يبقى سعادتك بتضرب بودرة سيراميك اديلك فترة وانت مش دريان.